نشرة بأهم وآخر الأنباء من البابلية، أهلا بكم. غادر فريق المحققين الدوليين دمشق متجها إلى نيويورك بعد انتهاء عملهم بانتظار تقديم تقريرهم النهائي عن مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والذي قطع زيارته إلى النمسا عائدا إلى الولايات المتحدة ليلة الخميس لتلقي تقرير فريق المفتشين. هذا وقد توجه فريق المحققين الدوليين قبيل مغادرته البلاد إلى مستشفى المزة العسكري في دمشق لمعاينة جنود الجيش السوري الذين أصيبوا بالكيمياوي في حي جبر، في حين ينتظر مجلس الأمن نتائج التحقيق الذي من المقرر أن يسلم إلى الأمين العام للأمم المتحدة مساء الجمعة ليطلع أعضاء المجلس عليه يوم غد السبت. في غضون ذلك أكد وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل أن بلاده ستواصل السعي إلى إيجاد ائتلاف دولي من أجل تحرك مشترك بشأن سوريا، وذلك غداة رفض البرلمان البريطاني للتدخل العسكري. قال هيجل أن نهج واشنطن هو أن تواصل السعي إلى إيجاد ائتلاف دولي للعمل بشكل مشترك، خاصة وأن هناك عددا من الدول التي تقرر علنا موقفها من استخدام أسلحة كيميائية في سوريا. هذا وقد قدمت إدارة الرئيس باراك أوباما للمشرعين الأمريكيين ليلة الخميس أدلة جديدة على أن نظام الأسد هو المسؤول عن آخر هجوم بالأسلحة الكيماوية قرب دمشق، رغم إعلان البيت الأبيض في وقت سابق أن أوباما قد يتجه إلى خيار التدخل العسكري دون العودة إلى الكونغرس. في هذه الأثناء قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أن بلاده مستعدة للمشاركة في أي عمل عسكري على سوريا رغم عدم مشاركة بريطانيا، ولم يستبعد أولاند توجيه ضربات جوية إلى نظام الرئيس بشار الأسد قبيل يوم الأربعاء المقبل، مؤكدا أن هنالك أدلة تشير إلى مسؤولية نظام دمشق في الهجوم المفترض بالأسلحة الكيماوية الذي وقع بريف دمشق وأسفر عن مئات القتلى. ويرى أولاند أن رفض لندن للتدخل العسكري ضد سوريا لا يغير شيئا في الموقف الفرنسي من ذلك. في العراق يواصل آلاف المتظاهرين في السمراء والفلوجة ومدن أخرى احتجاجاتهم للمطالبة بإصلاح النظام وتعديل الدستور وتوفير الأمن، في حين تستعد مدن العراق لتظاهرات حاشدة يوم السبت للمطالبة بإعادة حقوق الشعب المسلوبة. ودعا المتظاهرون الحكومة والبرلمان إلى تحقيق العدل ورفع الظلم والإقصاء الذي يطال أبناء الشعب العراقي، ووقف تأسيس القضاء وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء ومحاكمة المفسدين. كما ندد المتظاهرون بالهجمات الإرهابية التي تستهدف العراقيين في عموم البلاد، مطالبين بتوفير الأمن والخدمات. كما جدد المتظاهرون رفضهم التدخل الإيراني السافر في شؤون العراق الداخلية، مطالبين بتخفيض رواتب النواب والمسؤولين وإلغاء رواتبهم التقاعدية. الواحد وما والله بين أبناء البلد الواحد، بين أولئك الشركاء المتشاكسون. لذلك فإننا نخاطب هذه الحكومة ومن معها إلى أن صبر هذا الشعب لا بد أن ينفذ في يوم من الأيام، والشعب كله من شماله إلى جنوبه الآن يستعد إلى مظاهرات كبرى. فيا ليتكم نظرتم إلى هذا الشعب الجريح بعين الذي يرأف بشعبه والذي يريد أن يصل إلى شعبه ويريد أن يخدمهم بشتى الطرق والوصول إليها. لذلك فإننا نقف وقفتنا هذه حتى نظهر للعالم كله أننا أصحاب حقوق، فلا نبرح أماكننا حتى نصل إلى حقوقنا، وهذا سوف يثبتنا يوما بعد يوم إلى أن نستحصل هذه الحقوق. البرقية السادسة موجهة إلى شهداء العراق أجمع وشهداء مدينتنا سامراء. نعزي كل عراقي بهذا المصاب الجلل، وندعو الله تعالى أن يسكن الشهداء فسيح جناته، لأنهم ماتوا مظلومين وسفكت دماؤهم وزهقت أرواحهم، لا لذنب ولا لشيء آخر إلا.
هذا وتستعد مدن العراق لتظاهرات 31 من آب للمطالبة بإصلاح النظام وتعديل الدستور وإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين وكبار المسؤولين، في حين أعلنت قيادة عمليات بغداد منع سير المركبات التي تحمل لوحات مؤقتة يوم انطلاق التظاهرة. كما دعت وزارة الداخلية وهيئة الادعاء العام المواطنين كافة إلى تأجيل تلك التظاهرات، في حين حذر نواب وسياسيون من وصول مندسين إلى داخل التظاهرات لحرفها عن مسارها أو تسييسها أو منح السلطات ذريعة التدخل وقمع المتظاهرين. في الملف الأمني، استشهد وجرح 9 أشخاص في هجمات متفرقة شهدتها مدينتي بغداد والموصل خلال الساعات القليلة الماضية. وقال مصدر أمني إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار تجاه 3 مدنيين في منطقة السيدية جنوبي بغداد، ما أسفر عن استشهادهم في الحال، مشيرا إلى أن مجهولين اغتالوا مدنيين 2 بمسدسات كاتمة للصوت في حي العدل غربي بغداد. وأضاف المصدر إن عبوة لاصقة انفجرت في سيارة أستاذ جامعي في منطقة العامرية غربي بغداد، ما أسفر عن إصابته بجروح بليغة. وفي نينوى استشهد ضابط في الجيش إثر انفجار عبوة ناسفة غربي الموصل، فيما استشهد جندي وجرح آخر إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش الشرقي الموصل. هذا وقد ارتفعت حصيلة ضحايا الهجمات الإجرامية التي شهدتها مدن العراق يوم الخميس إلى 39 شهيدا وعشرات الجرحى بحسب إحصائية شبه رسمية، في حين أعلن تنظيم القاعدة الإرهابي مسؤوليته عن التفجيرات التي استهدفت بغداد يوم الأربعاء الدامي. وذكرت مصادر أمنية وأخرى طبية أن 17 شخصا استشهدوا إثر تفجير بسيارة ملغمة استهدف سوقا شعبيا في سمراء، في حين استشهد 13 شخصا في هجمات متفرقة في العاصمة بغداد، كما استشهد 8 أشخاص في هجمات شهدتها مدن محافظة نينوى، إضافة إلى استشهاد مدني بهجوم شنه مسلحون في مدينة البصرة. لك زاد علي يا جاسم. إلى ذلك طالب شيوخ ووجهاء عشائر الفرات الأوسط الحكومة والبرلمان بتوفير الأمن ومحاسبة المسؤولين المقصرين، وذلك خلال مؤتمر أمني موسع عقد في محافظة بابل. كما أكد شيوخ العشائر على ضرورة التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية للوقوف صفا واحدا بوجه الإرهاب. والله الموت إن شاء الله ناجح وبثمرات ناجحة، وتطرقنا إلى أمور جدا مهمة وتخدم ناسنا وتخدم الجهة الأمنية، ونحن نكون متعاونين مع الجهات الأمنية كافة، ومن ناحية القضايا اللي تخدم ناسنا وتخدم عشائرنا. اليوم اجتماع أمني وخدمي للمنطقة، شيوخ عشائر شمال بابل وجنوب بغداد اجتمعت للقضايا الأمنية. حقيقة قرروا أن يسدون كل الحسينيات اللي بها ضرر على المواطن، لأنه تجمع عشائري وناس مواطنين بالفواتح كل كثيرة، وبها ضرر على الناس وبها ضرر على أذية على الناس. حقيقة احنا دعينا رجال الأمن اللي هم الشرطة والجيش واعتذروا على الاجتماع، وإحنا بحاجة لحضورهم. قرر التداول في الوضع الأمني، وخاصة في الآونة الأخيرة لاحظنا أن هناك خروقات أمنية تحدث في المحافظة بين الحين والآخر. نطالب الحكومة المركزية والحكومة المحلية والأجهزة الأمنية باليقظة والحذر ومتابعة الخروقات الأمنية، وكذلك ندعو
إلى وضع مراقبات كاميرات مراقبة وأجهزة سونار، وخاصة هذه الأجهزة الأخيرة كانت أجهزة غير فعالة، ونطالب باستيراد أجهزة فعالة. بالنسبة للجهد الأمني والأجهزة الأمنية يراد لها تعاون من المواطن، من الناس، من العشائر، من الشارع، من كل إنسان غيور على بلده وعلى وطنه وعلى ناسه وعلى نفسه. فأكو وقفة من العشائر تغليل أو نقول يعني ولو 50% من المناسبات اللي جاي تصير. اللي نطلبه إن شاء الله نريد مثلا زيادة العناصر الأمنية، ولو الأمنية ما مقصرين مثلا، خصوصا الاستخبارات بالاستخبارات العسكرية والاستخبارات الداخلية، كلهم ذولا جهودهم الآن ويانا متماسكين، وإن شاء الله الأمن مستتب، وتضافر جهود محافظة بابل. نفت القائمة العراقية إلغاء المحكمة الاتحادية المادة 23 الخاصة بانتخابات كركوك. وأكد النائب عمر الجبوري في مؤتمر صحفي أن تلك المادة سارية المفعول ولم تلغى نظرا إلى الإبقاء على الفقرة الخامسة التي تؤكد ضرورة عدم المساس بالمستقبل الإداري والسياسي والدستوري لكركوك، إضافة إلى الفقرة السابعة التي تلزم البرلمان تشريع قانون خاص بانتخابات مجلس المحافظة. بعد اطلاعنا على قرار المحكمة فإننا نزف البشرى لعرب كركوك ولجميع أبناء الشعب العراقي من أن المحكمة الاتحادية العليا لم تلغي المادة 23، وإنما المادة باقية وفعالة وسارية المفعول بفقراتها المهمة. وأهم تلك الفقرات هي الفقرة الخامسة التي تؤكد على ضرورة عدم المساس بمستقبل كركوك الإداري والسياسي والدستوري، وكذلك الفقرة السابعة التي تلزم مجلس النواب بضرورة تشريع قانون لانتخابات مجلس محافظة كركوك، أي القانون الخاص. وقرار المحكمة في الأساس لم يعترض على مبدأ تقاسم السلطة الوارد في الفقرة أولا الملغاة من حيث الجوهر والموضوع، وإنما أكد على عدم دستورية حصر تقاسم السلطة فقط بين المكونات الرئيسية الثلاث، واعتبر ذلك تجاهلا للمكونات الأخرى. كما أن القرار لم يعترض على مهام لجنة تدقيق سجلات النفوس بما فيها سجل الناخبين، وإنما اعتراضه انصب على حجم تمثيل المكونات في اللجنة المشار إلى تشكيلها في الفقرة ثانيا الملغاة أيضا، حيث وردت عبارة مكونات كركوك الرئيسية الثلاث، واعتبر حصر المهام بالمكونات الرئيسية فقط تجاهلا للمكونات الأخرى، مع أن الفقرة الملغاة أشركت ممثل واحد عن المكون الرابع. هذا وقد هددت الأحزاب التركمانية بتعليق مشاركتها في الانتخابات المقبلة في حال تم تجاهل التوافق السياسي على قانون خاص بانتخابات كركوك. وأكد بيان للمكتب السياسي لحزب تركمان أيلي أن المكون التركماني سيضطر إلى إعلان مقاطعته للانتخابات المحلية المقبلة في كركوك ما لم يراعى التوافق السياسي بين مكونات المحافظة في أي قانون خاص بالانتخابات. وأشار البيان إلى أن المادة 23 التي أقرت في البرلمان إنما جرى التصويت عليها من قبل ممثلي مكونات كركوك ومن ضمنهم ممثلو الأكراد، وأن الحديث عن إلغائها يشكل عائقا جديا أمام إجراء انتخابات نزيهة وشفافة. في ديالى عقد الاجتماع التنسيقي للأحزاب والقوى السياسية في المحافظة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف كافة والوصول لحلول ترضي الجميع من أجل توجه الحكومة المحلية الجديدة نحو خدمة المواطنين وتوفير الأمن والخدمات بدلا من الانشغال بالصراعات السياسية والمكاسب الحزبية. الاجتماع التنسيقي للقوى والأحزاب السياسية حقيقة هذه رسالة لأبناء محافظة ديالى، رسالة اطمئنان. وجهنا الأخوان في المجلس التنسيقي بتكثيف جهودهم واجتماعاتهم لتوحيد الكلمة ورص الصفوف، وأن تكون هذه الاجتماعات ذات ثمرة حقيقية ونوايا صادقة، لأنه اليوم حقيقة الأحزاب والكتل السياسية لها الدور الكبير
في استقرار الوضع الأمني والخدمي في عموم المحافظة. بعض الأحزاب والحركات لها ممثلين في مجلس المحافظة، والبعض الآخر لم يحالف الحظ. حقيقة احنا الغاية من تشكيل هذا المجلس التنسيقي هو من أجل خلق شراكة تشاورية ما بين الحركات السياسية وما بين مجلس المحافظة الجديد. نتمنى من رئيس المجلس ونتمنى من أعضاء مجلس المحافظة والحكومة المحلية في محافظة ديالى تفعيل دور هذا المجلس وأخذ والاستماع إلى آراءه، باعتبار أنه يمثل جزء كبير من الشارع في محافظة ديالى. الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي هو منبثق من رحم الهيئة التنسيقية للأحزاب والقوى الوطنية. الاجتماع كان عبارة عن توحيد الرؤى من أجل وحدة الصف في محافظة ديالى في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي تعاني منها المحافظة وعموم العراق. المزيد من الأخبار والتقارير والتفاصيل تجدونها في موقعنا الإلكتروني البابلية.net. ختام النشرة، دمتم بأمان الله وحفظه، إلى اللقاء.